فريق اشبيليا وايضا مع المنتخب المغربي صافرة وبداية الابرز الاسماء عبد الرزاق حمد الله اللي عاد من جديد لقائمة المنتخب المغربي. لاحظ الكرة، الله المحاولة، لكن حارس المرمى نعم الهدف الاول. الله 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 الله، يوسف النصيري يسجل الهدف الاول للمنتخب المغربي. نعم بعد اكيد المنتخب المغربي اللي راح يشارك الان للمره السادسه في تاريخه في المونديال، واكيد المشاركه كاكثر منتخب عربي بجانب ايضا المنتخب التونسي والمنتخب السعودي. لاحظ الاستلام، الله على الكره والمحاوله، لكن بعد من حارس المرمى لا زالت مستمره خطيره هذه الكره، لا زالت قائمه، لكن بعد ذلك الابعاد من جانب المدافع لوكا ليبعد الكره الماضيه. فيها نقله في منتصف الملعب، نقلات من جانب المنتخب المغربي. حكيم زياش لعبها كرة في الطرف الايمن، انطلاقه اشرف حكيمي، هذه خطيره. هل من عرضيه؟ فيها محاوله لا زالت مستمره. هل من راسيه؟ لكن يعني مميز، اداء رائع. لاحظ المحاوله العرضيه وبعد ذلك الراسيه، واكيد المجموعه اللي يتواجد فيها المنتخب المغربي يعني نتائج ايجابيه بحول الله مع منتخباتنا العربيه المتواجده. لاحظ الكره، هذه خطيره، فيها محاوله، الله 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 على المحاوله، المطالبه بركله جزاء، لكن حكم اللقاء السيد عادل النقبي يقول ما فيها شيء في اللقطه الماضيه مع انطلاقه اللاعب سليم املاح اللي حاول في اللقطه الماضيه، لكن الكره الان تعود. فيها محاوله الان لمنتخب جورجيا، التسديده، لكن ياسين في الموعد لا زالت مستمره، لا زالت قائمه الان، لكن الكره عادت الان في الطرف الايمن، العرضيه فيها محاوله، والكره بعد ذلك بتتخلص بصوره ممتازه. رومان سايز في هذه اللقطه، لاحظ المحاوله والتسديده القويه، لكن التألق لحارس المرمى ياسين كان في الموعد. حارس المميز المدرب السيد وليد الركراكي اكيد الذي تحدث، وايضا المنتخب السعودي وايضا المنتخب القطري. لاحظ الكره الان عادت في منتصف الميدان، فيها محاوله الان، انطلاقه اماميه لمصلحه المنتخب المغربي في الطرف الايمن، هذه خطيره. هل من تسديده؟ لكن ابعاد من حارس المرمى، جورجي ماماردا ليبعد الكره الماضي. لاحظ الكره والمحاوله والتسديده من جانب للعرب في كأس العالم، كانت أول مشاركة للمنتخب مصر. نعم منتخب مصر. لاحظ الكرة والمحاولة، الله جول، هدف عالمي، الله 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 الله، اللاعب حكيم زياش، يا سلام هذه عابرة عبر القارات في اللقطة الماضية لأسود الأطلس عن طريق نقلة أمامية في منتصف الملعب. حكيم زياش استلام فيها نقلة أمامية، السلام على أشرف حكيمي، انطلاقة في الطرف الأيمن، محاولة زالت قائمة. هل من هدف ثالث؟ لكن حارس المرمى جورجي الجورجي. لاحظ هنا استلام للكرة من اللاعب يوسف النصيري اللي حاول، وبعد ذلك التألق لحارس المرمى. تحدثنا عن المنتخب السعودي وايضا المنتخب التونسي، وبجانب مستضيف المونديال المنتخب القطري. لاحظ الكره، محاوله، هذه خطيره الان، فيها كره، عز الدين يحاول، لا زالت قائمه، الله على النقله، لكن لا زالت مستمره، والابعاد من حارس المرمى. الله يعين حارس المرمى جورجي ماماردا اللي حاول وابعد الكره الماضيه امام يوسف، وبعد ذلك ايضا محاوله مصيد تسلل، لكن الكره الان نشاهد نتابع العرضيه فيها محاوله، لكن ابعاد من حارس المرمى ياسين. في كره اخيره، وايضا هنا الصافره الوطني. لاحظ الان الصافره وبدايه احداث، وايضا النتيجه رائعه للمنتخب المغربي. نقل الكره في الطرف الايمن، حكيم زياش، استلام للكره، في محاوله زياش يلعبها، استلام من جانب اللاعب عبد الرزاق حمد الله. عادت الكرة الآن لحكيم يلعبها نقلة أمامية، لكن الكرة مرت والإبعاد تواجد مع فريق الهولندي. نعم
لاحظ الكرة والمحاولة رأسية. شاهدنا خطورة ماكينة الأهداف. نعم عبد الرزاق حمد الله، هذه خطيرة، هذه محاولة في مكان التسديدة، لكن هناك الصافرة ولمسة يد وأيضا ركلة جزاء. ركلة جزاء يشير حكم اللقاء. سفيان على التنفيذ، نشاهد ونتابع سفيان. يا سلام يا سلام يا لاعب سفيان بوفال هو من يسجل بهذه النتيجة الإيجابية. كرة مستمرة، محاولة الآن، لكن كرة بعد ذلك عادت مقطوعة، انطلاقة أمامية. يا سلام على الارتداد، هذه محاولة خطيرة. هل من هدف رابع؟ المحاولة لا زالت قائمة في الطرف الأيسر، كرة لا زالت حاضرة، المحاولة والتسديدة، لكن الكرة مرت وإلى خارج أرضية الملعب. يعني الكرة كانت خطيرة، المطالبة هناك في الطرف الأيمن مع انطلاقة اللاعب اللي كان مندفع في عمل، في شغل في أرضية الملعب أكيد للاعبي المنتخب وأيضا مع المدرب وليد. نعم وليد ركراكي. لاحظ الكرة والمحاولة لا زالت مستمرة، هذه خطيرة يا أنس، هذه كرة هل من هدف رابع؟ المحاولة، لكن الكرة بعد ذلك مقطوعة. الكرة بعد ذلك مقطوعة، عادت الآن مرابط يلعبها، لا زالت مستمرة. هنا الياس جيري اللي يشارك من خلال الشوط الثاني. نعم التغييرات من جانب المدرب. هنا المحاولة هل من رأسية، لكن الكرة إلى حارس المرمى. اللقطة الماضية نشاهد ونتابع الراي، أعتقد الراي. نعم الراي نعم كان في موقع التسلل، لكن بحول الله الإصابة تكون بسيطة. لاحظ هذه اللقطة، يعني لو تشاهد قدم اللاعب، يعني لو ما كان في. لاحظ الكرة الآن في منتصف الملعب، محاولة التقدم جانب اللاعب البديل سابالوت. عند مشاركته أعطى جرعة معنوية نوعا ما للمنتخب الجورجي. لاحظ محاولة المرور بصورة ممتازة، لا زالت مستمرة، لكن إلى حارس المرمى. الكرة الآن تعود مع سفيان مرابط. نقل الآن، أنس يحاول الآن لمصلحة المنتخب المغربي، لا زالت مستمرة فيها التسديدة، لكن ابعاد من حارس المرمى. برافو أنس الزروري في اللقطة الأخيرة.